السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ نوجة والشيف مصطفى. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة كده البيت المصري كله ما بيستغناش عنها. هندمس مع بعض الفول، بس هنعمله في البيت. احلى حاجة يا جماعة زي ما قلت لكم ان كل حاجة نقدر نعملها في البيت، هتبقى احسن واوفر وانضف، وحاجة طبعا احنا ضامنينها وعارفين مصدرها عشان صحتنا وصحة اولادنا. زي ما قلت لكم كل حاجة تقدري ان انت تتعلميها وتعمليها في البيت اعمليها، علشان تبقى كده يعني وقت ما تعوزي اي حاجة تبقى حاجتك موجودة في الفريزر، طلعي واعملي على طول. هنبدأ مع بعض وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا انا معايا نص كيلو من الفول البلدي. الفول ده بلدي، في فول مستورد وفي فول بلدي. انا طبعا بفضل الفول البلدي، بحبه جدا، وبعدين الحبايه بتاعته بتبقى اكبر من الفول المستورد. تمام، كميتك على حسب استهلاكك، عايز تعملي كيلو اعملي. انا هعمل نص، النص بيبقى كفايه قوي، حلو قوي. طبعا هنا انا جايبه دماسه، انا بفضل الدماسه عن الحله. وهقول لكم ليه دلوقتي في الفيديو. جبت الدماسه دي، الدماسه دي بتاخد كيلو فول، انا هعمل نص كيلو زي ما احنا شايفين. ده مغسول كويس وجدا ومصفياه ومغسول، ومش قادره اقول لكم مره واتنين وتلاته. حطيته في الدماسه، وابداي بقى حطي الميه بتاعته، يعني حطي ميه كويس علشان ده مش هينفع تكشفي عليه كل شويه. انا هنا حطيت الفول وحطيت عليها ميتها كفايه، وطبعا هرفعها على النار زي ما انتم شايفين على نار هاديه. يعني انت بس يعني النار دي تبقى شعره، عارفين يعني ايه يا جماعه؟ الفول ده لازم علشان يطلع مستوي ما يبقاش حبه وحبه، لان انت لو عليتي عليه النار هيبقى حبه وحبه، يبقى كده انت بوظتي الدنيا. انا كده حطيت الفول على النار، واول ما يغلي غلوه بقى يا جماعه، مش هعمل فيه اي حاجه ولا هكشفه غير اول ما يغلي غلوه هحط فيه الليمونه دي على طول كده، يعني هوارب الغطا واحط الليمونه. وكمان هروح جايبه ربع كوبايه عدس، ده على نص كيلو فول ربع كوبايه من العدس زي ما احنا شايفين كده مع بعض. زي ما احنا شايفين انا حطيت العدس، وتقلبيه بقى تقليبه حلوه، وما تكشفيش عليه خالص طول ما هو على النار. انت حطيتي ميته بقى بكفايه، وحطيتي الليمونه وحطيتي العدس، ده ما يتكشفش عليه خالص طول ما هو على النار. بصوا انا سبته لما قعد معايا في حدود كده يا جماعه 4 ساعات. ليه؟ على نار هاديه عشان يطلع كده زبده، يبقى زي كل الحبات بتاعته مستويه. خلاص، اوعي تكشفي عليه علشان لو كشفتي عليه هيسود منك. بعد ما قعد معايا 4 ساعات على النار زي ما انتم شايفين كده، هبتدي بقى ان انا اقلبه تقليبه واطلع منه كده، اختبره عشان اشوفه استوى معايا ولا لا. شايفين لونه؟ شايفين شكله؟ انت لو كشفتي عليه كل شويه خلي بالك هيسود منك، ومش هينفع، يبقى وحش جدا، وهيبقى حبه وحبه مش هيستوي اصلا. بصوا هو كان سخن قوي وانا بختبره، فطبعا مش عارفه ان انا اضغط لكم جامد كده، لقيته كله استوى خالص. بعد ما وصل معايا بقى للمرحله دي واستوى زي ما انتم شايفين، هعمل ايه بقى يا جماعه؟ هجيب ربع كوبايه ميه. طبعا ده الكلام ده كله في الاخر خالص بعد ما يقعد معاكي 4 ساعات على النار. وهجيب معلقه نشا من اللي هي معلقه الشاي دي، وهدوبها كويس جدا مع ربع كوبايه الميه بتاعتي دي. تمام. تمام. بعد ما ادوبها هنزل بيها على الفول بتاعي وهو لسه على النار زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا لازم يكون الدوب كويس مع الميه، لازم النشا يكون متدوب كويس عشان ما يبقاش مكلكع في الميه. خلاص، وهنزل ده هي ربع كوبايه ميه بس، وهنزل عليها بالفول، بالنشا على الفول، وهقلبه تقليبه بقى، واسيبه يغلي غلوه كده كويسه. بعد ما يغلي كده 10 دقايق بالكتير، لان هو خلاص استوى وكفايته وكل حاجه، وانا ما كشفتش عليه خالص عشان ما يسودش مني. هبتدي بقى ان انا اطفي عليه واسيبه لما يبرد خالص، وابتدي بقى ان انا اتعامل معاه. اتعامل ازاي بقى؟ لو انت عايزه تعبيه في كيس، عايزه تطلعي بقى، انت لو هتاكلي كلي منه في ساعتها. لو انت عايزه تعبيه في كيس في الفريزر، طبعا ما تكشفيش الغطا لما ايه، الفول كله يبرد. شايفين شكله؟ بصوا يا جماعه التكات بتاعت الفول، لازم الفول عشان يطلع باللون ده ويطلع كله مستوي وزي الزبده معاكي، اوعي تكشفي عليه، ولازم تكون النار شعره جدا، وتكوني مهديه عليها خالص. تمام. بصوا انا هوريكم في الطبق شكله عامل ازاي، وطالع سمكه كويس جدا، مش تقيل قوي. هي معلقه النشا دي كفايه قوي على نص كيلو فول، ولا تكتري ولا تقللي عشان يطلع معاكي مظبوط. وحطي له ميته كفايه عشان ما تكشفيش عليه خالص. عرفنا يا جماعه؟ بصوا شكله، والله والله كانت ريحته قلبه البيت، وكان تحفه جدا. جيبي بقى الكياس بتاعتك، بس طبعا بيكون برد خالص، وحطيها بقى في الفريزر.
انت بقى كميتك على حسب استهلاكك. شوفي انت وجبتك اكلك ايه، هي الكيس تطلعيه على قد الوجبه اللي انت بتاكليها. تمام. ليه بقى؟ حطي حاجتك في الفريزر علشان خاطر ايه؟ الشتاء جاي، مش يعني اي حاجه تعوزيها هتطلعي حاجتك من الفريزر وتعمليها على طول. مش لسه هتستني بقى لما تبعتي تجيبي ومش عارفه ايه بالليل الصبح، لا، اي وقت طلعي واسحبي واعملي. بصوا انا حطيت الكيس على قد كميتك على حسب استهلاكك، طلعي منه الهواء كويس واربطيه وحطي بقى في الفريزر. كان يعني مش قادره اقول لكم على جماله. بصوا انا هنا كنت خلصت ده نص كيلو فول. نص كيلو الفول عمل لي الكميه دي. الكميه دي كويسه جدا، وبجد كان طالع طعمه وشكله وريحته روعه. وزي ما قلت لكم، اي حاجه تقدروا تعملوها في البيت اعملوها. بجد بجد لما تحسي ان انت عملتي حاجه ونجحت معاكي وطعمها حلو، هتحسي ان انت عملتي، يعني هتحسي ان انت فرحانه بنفسك قوي. ما تستسهليش وكل حاجه تبعتي تشتريها من بره. بره يا جماعه في اضرار كتير جدا، لازم تخافوا على نفسكم وعلى اولادكم. بصوا ده كده بعد ما خلصت الفول عمل معايا الكميه دي. كميته كانت كويسه جدا، النص كيلو فول في الدماسه كان كويس جدا. تكات الفول يا جماعه، اول حاجه النار شعره، اوعى تعلي النار على الفول. تاني حاجه حطي كفايه ميه كفايه، عشان مش هينفع ان انت تكشفي عليه وتقلبيه كل شويه. تمام. وطبعا الليمونه ربع كوبايه عدس. المقادير دي على نص كيلو فول. لو انت هتعملي كيلو ضعفي الكميه، نص كوبايه عدس بس، حطي ليمونه واحده برده مفيش مشكله. تمام. تمام. كده كانت وصفتي خلصت معاكم. يا رب كده تكون وصفتي عجبتكم وكانت خفيفه على قلبكم. ودايما كده يا رب اكون عند حسن ظنكم واقدر افيدكم واستفاد منكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لمطبخ نوجة والشيف مصطفى، وربنا يحسن ما بين ايديكم.